اكتشاف كوكب بلوتو سنة 1930، وتم استبعاده كتاسع كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، وده كان بناء على قرار الاتحاد الفلكي الدولي سنة 2006، وأصبح من وقتها معروف بلقب الكوكب القزم، لأنه بحسب الدراسات مش بيتوافق مع المعايير الأساسية واللي لازم تكون منطبقة على أي جسم في المجموعة الشمسية علشان يتم اعتباره ككوكب. بتستخدم الدرافيل والحيتان حالة النوم النصف دماغي مش النوم الكامل زي الإنسان، بمعنى إنها بتنام بنص دماغ بس وبعين واحدة مقفولة، أما العين التانية فبتفضل مفتوحة لأن نص الدماغ التاني بيكون في حالة يقظة وتأهب، وده علشان تقدر تهرب من الأخطار والمفترسات في الوقت المناسب، وكمان علشان تقدر تحافظ على استمرارية عملية التنفس، لأنها مش زي الإنسان اللي بيقدر يتنفس عادي وهو في حالة النوم أو اللاوعي، وبالتالي عملية التنفس عند الحيتان أو الدرافيل هتتوقف لو دخل مخهم في حالة من النوم الكامل زي الإنسان. حقبة الفايكنج امتدت من القرن الثامن للقرن ال11 الميلادي، والفايكنج هو اسم في اللغة الاسكندنافية القديمة معناه قرصان، وكمان تم استخدامه كمصطلح بيطلق على ملاحين وتجار ومحاربين من المناطق الاسكندنافية القديمة واللي قدروا يهاجموا سواحل بريطانيا وفرنسا خلال حقبة الفايكنج. والدول الاسكندنافية هي السويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا وفنلندا. شلالات نياجرا هي أشهر شلالات في العالم، وبتمتد من أونتاريو الكندية لحد نيويورك الأمريكية، وبتعتبر أكبر شلالات في العالم من حيث كمية تدفق المية وقوتها. وشلالات نياجرا عبارة عن 3 شلالات، منها شلال حدوة الفرس وده أكبرهم، والشلال الأمريكي، وشلال حجاب العروس. وبتستخدم الشلالات في توليد الكهرباء، وكمان بتعتبر مصدر جذب سياحي لملايين السياح كل سنة. كتير من الناس بترمي منتجات بلاستيك واللي بتكون مش قابلة للتحلل، ومن غير إعادة التدوير بتنتهي في معدة كتير من الكائنات البحرية، واللي بيفتكروها أكل وبيحاولوا ياكلوها، لكن بتكون النتيجة إنهم بيتخنقوا ويموتوا. وعلشان كده اخترع العلماء مؤخرا بلاستيك ذاتي التحلل عن طريق البكتيريا، والاختراع ده لسه في مرحلة التطوير وهيتم طرحه للجمهور خلال السنوات الجاية.